السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. أنا معاكم مستر عمرو عبد العليم مدرس الدراسات الاجتماعية. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. والنهاردة إن شاء الله هنكمل حل باقي المحافظات اللي موجودة عندنا، وهنبدأ النهاردة بمحافظة الإسكندرية. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ده ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل للفيديو ده وكومنت وتقول لي فيه رأيك، وتشار الفيديو ده مع أكبر عدد من صحابك عشان كلهم يستفادوا. ولو عايز تحقق أكبر قدر من الاستفادة ادخل دلوقتي وحل الامتحان لوحدك، وبعد كده تعالى وتأكد من الحل في الفيديو ده. تعالوا بقى نبدأ النهارده بأول محافظة معانا في الفيديو ده، وهي محافظة الإسكندرية. رقم واحد كده بيقول لي الجغرافيا. بص يا سيدي، رقم واحد بيقول لي كده إقليم مناخي. فين رقم واحد؟ أهي رقم واحد، فطبعا دي قريبة من البحر المتوسط، هيبقى إقليم مناخ البحر المتوسط. طيب رقم اتنين بيقول لي كده بحر، والبحر ده موجود في شمال استراليا، هيبقى بحر أرافورا. رقم 3 بيقول لي كده سلالة بشرية. بص كده رقم 3 موجودة فين؟ رقم 3 موجودة هنا كده، ودي طبعا هتبقى السلالة المغولية. طيب رقم 4 بيقول لي كده جبال، ودي تاني مرة يا ولاد تتكرر معانا الجبال دي فركزوا فيها. اهي موجودة في أقصى جنوب قارة أفريقيا. طبعا هتبقى اسمها جبال دراكنزبرج. طيب رقم 5 بيقول لي حشائش. بص كده دي رقم 5 اهي، تمام كده، ودي كده موجوده عند الاقليم اللي هو المداري، والحشائش اللي موجوده في الاقليم المداري هتبقى اسمها طبعا حشائش السافانا. رقم 6 بيقول لي كده منطقه يقل بها السكان، دي رقم 6 اهي. طبعا هنا دي عند سهول سيبيريا هي اللي بيقل فيها السكان، فاقول له كده سهول سيبيريا. طيب السؤال الثاني بقى بيقول لي كده بما تفسر، والسؤال ده يا ولاد والله اتكرر كتير جدا فركز فيه. ضيق السهول الساحليه في شرق استراليا. بص يا سيدي، اولا كده هقول له بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من السواحل، عشان كده بيكون ضيق. طيب رقم 2 بيقول لي كده يتركز السكان بدرجه اقل في دول شرق اوروبا. طب السبب هنا بيرجع ليه؟ قال لك ان السبب هنا بيرجع لانها تعد اقل تقدما من غرب ووسط اوروبا، عشان كده بيتركزوا فيها بدرجه اقل. السؤال اللي بعده بقى بيقول لي كده اهميه السهل الاوروبي العظيم. طيب هو مهم كده عشان قال لك ان هو عنده تربه طينيه خصبه، والتربه الطينيه الخصبه دي بتكون صالحه وجيده للزراعه، عشان كده بيكون السهل الاوروبي العظيم بيكون مهم جدا. السؤال اللي بعد كده يا ولاد بيقول لي كده اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. رقم 1 بيقول لي قاره تتميز بكثره الموانئ الطبيعيه، هتبقى قاره اوروبا. طيب رقم 3 بيقول لي القاره التي تستأثر باعلى دخل للفرد، تستأثر يعني بتكون اعلى حاجه موجوده، هتبقى قاره الاوقيانوسيه او استراليا، الاثنين هيبقوا واحد. السؤال رقم 4 بقى يا اولاد بيقول لي كده توجد سهول نهري نيلسون وسانت لورنس بقاره امريكا الشماليه جهه ايه؟ طبعا هم موجودين فوق تمام في الشرق، يبقى الشمال الشرقي. السؤال الثاني بقى يا اولاد بيقول لي كده صوب الخطأ. رقم 1 بيقول لي تتميز قاره اسيا بكثره اشباه الجزر مثل شبه جزيره المالايو. لحد دلوقتي الكلام جميل ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش اخطاء. ولكن هنا بيقول لي شبه جزيره البلقان. طبعا شبه جزيره البلقان دي هتبقى غلط، هشيلها واكتب جنبيها كده شبه الجزيره العربيه. السؤال اللي بعده يا اولاد بيقول لي كده تعرضت السلاله المغوليه، ركز على المغوليه ها، لهجرات اجباريه للامريكتين. هشيل كلمه المغوليه وهكتب الزنجيه، لان هم اللي تعرضوا للهجره الاجباريه. رقم 3 بقى يا اولاد بيقول لي كده اليابان والفلبين اكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان. هقول له لا مش اليابان والفلبين، دول الصين والهند. طيب رقم 4 بيقول لي كده بتمتد في العراق وايران سلاسل جبال تيان شان. احنا اصلا ما خدناش تيان شان دي، فهشيلها واكتب ذاجروس. طيب السؤال اللي بعده بقى بيقول لي كده النتائج المترتبه على ذوبان الجليد في اقليم التندرا. طيب اقليم التندرا ده لما الجليد بيذوب قال لك كده ادى الى نمو الطحالب السريعه. طيب السؤال اللي بعده بقى يا اولاد بيقول لي كده دلل على صحه العباره تشابه اقليم المناخ المداري واقليم المناخ الموسمي في بعض الخصائص. بص يا سيدي، اصلا يعني احنا كنا مسمينهم كده التوأم، لان هم شبه بعض جدا في حاجات كتيره قوي. اولا كده هقول له سقوط الامطار، وهو طبعا سقوطه صيفا. طيب
رقم 2 هقول له كده ان هو بيكون الخصائص المناخيه حار صيفا جاف شتاء، حار صيفا جاف شتاء. طيب تمام. ثالث حاجه هقول له ان هو بيكون فيه حشائش السافانا، يعني الاقليمين دول بيكونوا فيهم حشائش ليه؟ حشائش السافانا. طيب السؤال الثاني بقى بيقول لي كده قارن ما بين ايه بقى؟ اولا جايب لك قاره امريكا الشماليه وقاره امريكا الجنوبيه. بيقول لك السهول الفيضيه اللي بيتركز فيها السكان ايه هي؟ وكمان دول ذات دخل اقتصادي اقل من المتوسط. طيب وكمان سلاله نقيه. بص يا سيدي، في قاره امريكا الشماليه هقول له كده سهول نهر الميسيسيبي. طيب انما قاره امريكا الجنوبيه هقول له كده سهول نهر الاورينوكو، وكمان سهول نهر لابلاتا او البامباس. طيب دول بقى ذات دخل اقتصادي اقل من المتوسط في امريكا الشماليه هيبقى هايتي، انما امريكا الجنوبيه هتبقى البرازيل. طيب السلاله النقيه بقى، قال لك السلاله النقيه في امريكا الشماليه عندنا اثنين، الاسكيمو والهنود الحمر، انما في امريكا الجنوبيه هقول له كده الهنود الحمر. وبكده نكون خلصنا اول جزء معانا وهو الجغرافيا. تعالى بقى نخش على التاريخ كده يا اولاد. بيقول لي كده اول حاجه اكتب ما تشير اليه العبارات الاتيه. رقم 1 اماره بادر السلطان سليم الاول بالاستيلاء عليها، دي هتبقى اماره ذي القادر المملوكيه. طيب رقم 2 محكمة انحازت للأجانب وتدخلت في سلطة القضاء التشريعي، هتبقى المختلطة. أدام انحازت للأجانب وسلطة قضاء تشريعي يبقى المختلطة. رقم 3 ثورة فشلت لأن الظروف الدولية لم تكن في صالحها. طيب إيه هي بقى؟ هقول له طبعا الثورة العرابية. رقم 4 يعد جزءا من التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا، هقول له كده الحملة الفرنسية على مصر. طيب السؤال اللي بعده بقى يا ولاد بيقول لي كده ما النتائج المترتبة على. رقم 1 كده بيقول لي ما النتائج المترتبة على جمود الحياة الفكرية والثقافية خلال فترة الحكم العثماني. بص يا سيدي، قال لك النتائج بتاعتها 4. أول نتيجة اهتزت مكانة الأزهر. تاني نتيجة تدهور الحياة الأدبية. تالت واحدة انتشار الجهل والفقر والشعوذة والخرافات. رقم 4 قال لك كده اقتصر على الاهتمام بالعلوم الشرعية فقط دون الاهتمام بالعلوم الأخرى. رقم 2 بقى يا ولاد بيقول لي كده تحالف دول أوروبا ضد فرنسا أثناء تواجد الحملة الفرنسية. ايه النتائج المترتبة على الكلام ده يعني؟ هقول لك كده دلوقتي ان نابليون في الوقت ده رحل سرا إلى فرنسا وترك أمر الحملة لكليبر نائبه. رقم 3 نظرة الشعب المصري محمد علي كرجل عادل يكره الظلم. ايه اللي حصل؟ قال لك كده ادى الى الاجتماع في دار المحكمة او بيت القاضي عام 1805 وقاموا بعزل خورشيد باشا وتولية محمد علي واليا على مصر. طيب رقم 4 بيقول لك كده تفاوض ميلر مع الوفد المصري. ما النتائج المترتبة على الكلام ده مع سعد الزغلول يعني؟ هقول له ادى الى مشروع معاهدة، ولكن الحمد لله رفض الشعب المصري لأنها كانت ستؤدي إلى استقلال سوري، فالحمد لله يعني. طيب اللي بعد كده يا ولاد بيقول لي كده السؤال الرابع اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام العبارات الآتية. رقم 1 بيقول لي تولى المماليك في عهد محمد علي منصب مشيخة البلد. طبعا إجابة خاطئة لأن هو ما خلهمش يتولوا أي مناصب مهمة. رقم 2 بيقول لي قابلت وزارة ذيور باشا المطالب البريطانية بسحب الجيش المصري من السودان. طبعا إجابة صحيحة. رقم 3 نمت فكرة محمد علي للانفصال عن الدولة العثمانية في حروب الشام. هقول له لا، دي حروب اليونان. طيب رقم 4 بعد تولي الخديوي توفيق اتخذ سياسي للحد من التدخل الأجنبي. طبعا لا، ده انحاز للأجانب أصلا الخديوي توفيق. رقم بقى ب بيقول لي كده أيد بالأدلة كان للحملة الفرنسية آثار بعيدة المدى على علاقة مصر بأفريقيا. هقول له كده حيث كانت من نتائج الحملة فتح أسواق مع البحر الأحمر ودارفور والسودان والحبشة. بيقول لي كده رقم 2 أعاد محمد علي تنظيم الإدارة بما يكفل له السيطرة الكاملة على شؤون البلاد. فهنا دلوقتي عايزك تقول له إيه هي اللي حصل وإيه هو اللي حصل في الإدارة أيام محمد علي. هقول له كده قام بتقسيم مصر إلى 7 مديريات وأقام حكومة مركزية في القاهرة. وكمان قال لك كده إن هو قام بعدة مجالس زي الديوان العالي ومجلس المشورة. مش بس كده،
قال لك كمان ان هو راح قسم مصر ل7 دواوين بدل ال7 مديريات. وكمان مش بس كده، قال لك كمان ان هو لتنظيم الاداره. ده الكلام اللي محمد علي عمله في الاداره. السؤال اللي بعده بقى رقم 3 بيقول لي كده: تغيرت سياسه الخديوي عباس حلمي الثاني مما اثر على مطالب الحركه الوطنيه. عباس حلمي الثاني كان في البدايه بيساعد الحركه الوطنيه، ولكن اتغيرت، ما بقاش يساعد الحركه الوطنيه. فاقول لك كده: حيث قام محمد فريد بالنضال ضد الاحتلال البريطاني والخديوي في وقت واحد، وقام بالمطالبه بالدستور. طيب بيقول لي كده: ايه العلاقه ما بين معاهده عام 1936 والمتغيرات الداخليه التي حدثت في مصر؟ بص يا سيدي، قال لك لما احنا عملنا المعاهده دي ايه اللي حصل؟ قال لك كده: تحولت العلاقه من علاقه احتلال الى تحالف. الى ايه؟ تحالف. مش بس كده، وقال لك كمان: وزاد نفوذ القصر. زاد نفوذ الايه؟ زاد نفوذ القصر بقياده الملك فاروق. طيب ما العلاقه ما بين تولي عباس باشا الاول حكم مصر وحركه النهضه التي ظهرت في عهد عصر محمد علي؟ بص يا سيدي، اصلا عباس باشا ده اول ما مسك الحكم احنا بنسميه بالخرابه، حيث قام عباس الاول باغلاق كل المدارس والمصانع وعطل الترسانه البحريه، وكمان خفض عدد الجيش. وقال لك كده ان هو سمي العصر بتاعه بعصر ايه؟ هقول له كده: بعصر فقدان النهضه التي ظهرت في عصر محمد علي. طيب ايه العلاقه ما بين الاوضاع الداخليه في مصر وعقد مؤتمر الاستانه؟ بص يا سيدي، هم اصلا عقدوا مؤتمر الاستانه عشان ينظروا في المساله المصريه بسبب حادثه الاسكندريه. فقال لك كده ان هو حيث اثرت الاوضاع الداخليه عقب حادثه الاسكندريه، تمام، والتي ادت الى عقد معاهده او مؤتمر الاستانه. ده كده العلاقه ما بين الاثنين. ودي كده كانت تالت محافظه معانا. بفكرك بقى ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل للفيديو ده وكومنت وتقول لي فيه رايك، وتشير الفيديو ده مع اصحابك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وكله يستفاد. وبس كده، واستنوني في المحافظه اللي بعدها في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.